اخيرا حل مشكله لعبه اف سي 26 انها بتكراش وتقفل على البي سي، والمشكله بسبب ان معظم ملفات اللعبه عندك ما بتبقاش كامله. اول حاجه كليك يمين على سطح المكتب، افتح انفيديا كنترول بانر، هتروح هنا هتخليها بيرفورمانس واعمل ابلاي. هتخش تاني على مانج 3 دي واعمل اد للعبه اف سي 26 واعمل السيتنج دي زي ما هي بالظبط كده في الفيديو. هتروح على اي مانج فيو بروبرتيز، هتيجي هنا هتكتب داش هاي، هتروح على التاسك مانجر هتختار ديتيلز، هتنزل تحت لحد ما تلاقي اي كليك يمين واختار الاختيار ده وتاكد ان كله صح. بعدها اختار الاختيار ده وخليها هاي. في نفس المكان اختار ستارت اب، واي حاجه ملهاش لازمه خليها ديسيبل. شوف اي تحديث بعدها لكارت الشاشه وحدثه. خش بعدها على جيم سيتنج مود وخليها اوف. خش بعدها على اللعبه واعمل كل الاعدادات له زي ما انا عاملها كده بالظبط. اهم خطوه وانك بتلاقي ان الملفات معظمها ناقصه. لما بصيت في فولدر اللعبه عند صاحبي لقيت عنده 28 ملف وعندي انا 31 ملف، ودول الثلاث ملفات اللي كانوا ناقصين عنده. اول ما حطيتهم عنده اللعبه اشتغلت ما عادش بتكراش تاني نهائي. هتلاقيني حاطط لك لينك تحميل الثلاث ملفات تحت الفيديو هنا اذا انت على البرنامج الاحمر، او ابعت لي على الانستا وانا هبعتهم لك، ولما تظبط معاك عرفني.